بيبدأ المسلسل بتاعنا مع المدرسة ريتا وهي واقفة فوق سطح مبنى المدرسة وبتتفرج على طلاب الفصل بتاعها وهما بيحتفلوا بتخرجهم من مرحلة الثانوي، وفجأة بيجي شخص غريب كده بيرميها من فوق السطح اللي واقفة عليه، وقبل ما تقع على الأرض بتلاحظ إن اللي وقعها وحاول يقتلها يبقى طالب من طلاب فصلها، وإنه ترتيبه في الحفلة يبقى رقم 30. فبتفتح فجأة ريتا عينيها بتلاقي نفسها واقفة بين طلاب فصلها، وبتكتشف إنها رجعت بالزمن قبل ميعاد موتها، وبتبقى مش فاهمة هو ايه اللي بيحصل بالظبط وازاي رجعت عايشة من تاني. وبتقف تبص للطلبة وهي عارفة كويس ان القاتل دلوقتي قاعد ما بينهم ومستني الفرصة عشان يتخلص منها، وهي المفروض تكتشف هو مين وتحاول تمنعه كمان. وبتحس ريتا ان دي فرصة ليها عشان تغير مصيرها المؤلم بالفرصة اللي اتقدمت لها دي، ولما بتتأكد انها فعلا رجعت بالزمن بتمسك سجل تلاميذها عشان تتعرف عليهم واحد واحد وتقدر انها تواجههم. وبعد ما بتخلص يومها الدراسي بترجع للبيت وبتلاقي جوزها هان قاعد مستنيها، فبتكون مستغربة جدا لانهم كانوا منفصلين في حياتها الاولى، وبتفتكر انها في الوقت ده كانت لسه معاه. وتاني يوم لما بتروح المدرسة بتقف تتكلم مع الطلبة بتوعها وبتقول لهم انها هتحاول تغير المدرسة عشان محدش منهم يحس بالظلم أو يحس إنه وحيد، وإنها دايما هتكون معاهم وتساعدهم في أي حاجة يمروا بيها. وبيبان إن الطلبة مش مع كلامها أصلا وإنه فصل مشاغب جدا، ولما بتخرج من الفصل بتلاقي طالبة اسمها موجو رايحة تتكلم معاها وبتسألها لو كانت فاكرة إنها فعلا هتقدر تغير اللي بيحصل في المدرسة، وبتقول لها إنها لو فكرت تعمل كده فعلا هتكرهها جدا لأنهم المفروض يعملوا اللي هم عاوزينه من غير مساعدة حد أكبر منهم. وبتبقى ريتا حاسة باللي هي بتقوله وفاكرة كل اللي كانت موجو بتمر بيه من سنة وهي ما قدرتش تقف جنبها وتساعدها، فبتبقى حاسة بالذنب جدا ناحيتها. وفي يوم بتقرر تطلب منها يتكلموا سوا وبتسألها لو كانت عاوزة تقول لها حاجة أو تحكي لها حاجة عن حد بيضايقها. وبيبان إن موجو في حياة ريتا السابقة كانت بتعاني من التنمر عليها في الفصل دايما لدرجة إنها قررت تنهي حياتها، فبتحاول ريتا تقف جنبها بقى وتساعدها عشان ما تكررش اللي هي عملته تاني. بس موجو بترفض تقول لها حاجة وبتطلب منها ما تتدخلش وهي هتحل مشاكلها بنفسها. وبمجرد ما موجو بتخرج من عندها بتلاقي بنات فصلها واقفين مستنيين عشان يعرفوا كانت بتقول لريتا ايه، وبيجمعوا كل الفصل عشان يتهموها قصادهم انها قالت اللي بيعملوه فيها. وبتفضل موجو تقول لهم انها ما عملتش حاجة، بس محدش بياخد بكلامها لان كل الفصل كان خايف من الطلبة المتنمرين واللي لو اعترضوا على اي حاجة هم بيقولوها هيواجهوا هم كمان نفس التنمر اللي بتواجهه موجو. وبتقرر متنمرة الفصل تحكم على موجو انها تسقط في 3 مواد من المواد اللي عليهم، وبتخلي كل الفصل يوافق على قرارها. في الوقت ده بتقاطعهم ريتا بدخولها للفصل وبتسمعهم التسجيل اللي معاها، وبيبان انها حطت في شنطة موجو مسجل صوت عشان تسمع كلامهم ويبقى بكده معاها دليل ضدهم. ولما بتروح بتشوف كتب المواد اللي تشينز قالت لموجو انها هتسقط فيهم بتلاقيهم متنمرين عليها في قلب الصفحات وكاتبين لها كلام وحش جدا. فبتقول لهم ريتا ان اللي عملوه ده معناه ان هم مش بشر لان محدش فيهم يتمنى يكون مكان موجو في يوم من الايام، وبتطلب من موجو تحكي اللي حصل قصادهم عشان يعرفوا هم ازاي غلطوا في حقها. فبتقوم موجو تحكي ان هم بدأوا يتنمروا عليها لما اكتشفت ان عندها هواية الرسم وحبت تشاركها بين الطلبة. ساعتها طلعوا عليها اشاعات كدابة عشان محدش يحبها ويقرب منها، وبقت كل المدرسة بتتكلم عنها وعن الاشاعات اللي بتتقال عليها لدرجة انها بقت تخاف تيجي المدرسة. وبتقول لهم وهي بتعيط ان كل اللي كانت عايزاه يبقى عندها صحاب يشاركوها كل حاجة بتعملها وتقعد تتكلم معاهم وقت الراحة زي ما اي حد طبيعي بيعمل كده. فبتقول لها ريتا ان لسه عندها وقت تعمل كل اللي هي عاوزاه، وقبل ما تاخدها وتمشي بتوعد بقية الطلبة انها هتحاول تغير كل واحد فيهم عشان يتقبل حرية غيره. وبعد ما ريتا بتوصل موجو لبيتها بترجع للبيت وهي باصة على تاريخ اليوم اللي بيبقى نفسه تاريخ يوم انفصالها عن هان، وزي ما بتكون متوقعة بتلاقيه قاعد قدام ورقة طلاق وبيطلب منها تقعد عشان عاوز يتكلم معاها وبيقول لها انه قرر ينفصل عنها. وبتروح ريتا تقابل صاحبتها المقربة سيجا عشان تحكي لها اللي حصل، وبتبقى سيجا مستغربة هدوءها ده وبتسألها ناوية تعمل ايه. فبتقول لها ريتا انه لو كانت بشخصيتها الاولى كانت احترمت قراره وافتكرت انها كده زوجة صالحة وهتخليه مبسوط، لكن هي مش عاوزة تنفصل عنه وهتحاول تعرف السبب الحقيقي ورا الطلاق. وفي طريقها للرجوع بيطلع عليها 2 عاوزين يسرقوا منها شنطتها، فبتخمن انهم من تلاميذ فصلها وعاوزين الشنطة عشان التسجيل اللي معاها، فبتقدر بكلامها تخليهم يهربوا من قصادها بسرعة. وفي اليوم اللي بعده بتستنى موجو لحد
لحد ما بتوصل، وأول ما موجو بتشوفها بتطلب منها تخليها تروح للمدرسة لوحدها لأنها خلاص عاوزة تواجه مشاكلها وما تبقاش خايفة منهم تاني. ولما بتوصل موجو للمدرسة بتلاقي كل الفصل بيتعامل معاها عادي جدا على عكس ما كانت متوقعة، وبتبقى مش فاهمة هو ايه تفسير اللي بيحصل ده. فبتروح تحكي لريتا اللي بتطلب منها تكون حريصة وتخلي بالها منهم حتى لو رجعوا كويسين معاها. وبيبان انه فصل موجو رجع يتعامل معاها عادي بأمر من سجار، واللي يعتبر زعيم الفصل واكتر شخص متكبر وقاسي فيهم، ولان فصلهم متراقب بالكاميرات فبيضطروا يروحوا يقعدوا في فصل المذاكرة المشترك واللي الطلاب عملوا لنفسهم عشان يذاكروا فيه، وبيبقوا متضايقين جدا ومش قادرين يعترضوا على قرار سجار عشان ما يقلبش عليهم هم كمان. في الوقت ده بتقرر ريتا تتكلم مع جوزها هان وبتسأله هو ليه عاوز ينفصل عنها، وبتكون عاوزة تسمع منه جواب صريح، لكن هان بيعتذر لها وبيقول لها أي سبب. فبتقرر ريتا تستنى لحد ما تحس إنه مستعد يتناقش معاها، وبتبدأ خطتها في تغيير الفصل، وبتقرر تستهدف الطلبة اللي كانوا بيعانوا في حياتها الأولى عشان تساعدهم وتغير أقدارهم زي ما عملت مع موجو. وبتبدأ بالطالب أوريو اللي بالرغم من إنه واحد من الطلبة المتنمرين في المدرسة إلا إنه بيعاني جدا بسبب طمع مامته وحبها للفلوس عن ولادها. وريتا لما بتعرف إن عيلة أوريو عليهم ديون كتيرة جدا بتروح تزور مامته في البيت، وبتلاقي كله عبارة عن ميك اب وهدوم غالية. فبتفهم إن مامة أوريو بتخليه يشتغل ويجيب لها فلوس عشان تصرفها على اهتماماتها ومهملة في بيتها وأولادها. فبتحاول تتكلم مع أوريو تاني يوم عشان يوافق يخليها تساعده وتحل معاه مشكلته، بس أوريو بيطلب منها ما تتدخلش في حياته وتبعد عنه وإلا هيبلغ إنها بتعتدي عليه. فبتنصح ريتا إنه يتكلم مع حد كبير بشكل صريح عشان يقدر يحل مشكلته، وبتتعمد ريتا تقول له اللي حصل معاها في حياتها الأولى، وبتعرفه إنه قريب جدا هينقل من المدرسة بسبب الوضع المالي اللي هو فيه ومش هيقدر يتخرج مع أصحابه اللي بيحبهم. فبيبقى أوريو فاكرها مجنونة أو بتنجم، بس الغريب إنه بيقتنع بكلامها وبيروح يطلب من صاحبة المكان اللي بيشتغل فيه فلوس عشان يسدد بيها ديون عيلته. ولما بيرجع لمامته بيديلها الفلوس فبتفرح جدا وبتقوله إنها كانت عاوزة تشتري هدوم نازلة جديد. فبيتصدم من مامته اللي كل همها نفسها وبيحاول ياخد منها الفلوس، بس مامته بتتخانق معاه وبتقوله إنهم هينقلوا عشان الديون اللي عليهم وإنه مش هيكمل في مدرسته أصلا. وفي وسط كلامهم بيلاقوا باب البيت بيخبط، وبتبقى ريتا هي اللي واقفة على الباب وبتدخل عشان تطمن عليه، وبتتكلم مع مامته وبتقول لها إن اللي هي بتعمله ده هيأذي ابنها، لكن أوريو بيطردها وبيقوله إنه ما سمحلهاش تتدخل في حياته بالشكل ده. بس ريتا ما بتستسلمش برضه وبتطلب من كوسكا صاحبه يتدخل إنها تتكلم معاه، وقالت له إن أوريو هينقل عشان يجي معاها ويمنعه. فبيدفع كوسكا فلوس الدين اللي على عيلة أوريو لمامته وبيترجاها توافق تسيبه يتخرج معاهم لأنه مش هيقدر يتخلى عنه. فبتحس مامة أوريو إن ابنها عنده أصحاب بيحبوه فعلا، فبتوافق تخليه في المدرسة وبتحاول تعتذر له على اللي مر بيه بسببها. فبتقول ريتا لأوريو وقتها إن ده الوقت المناسب عشان يقول لمامته على كل اللي حاسس بيه ويتكلم بصراحة. فبيبص أوريو لمامته وبيسألها ليه بتعمل معاه كده هو واخواته، وليه أجبرته يشتغل وهو في سن صغير عشان بس تجيب لنفسها اللي هي عاوزاه من غير ما تقدم لهم أي حاجة. فبتحاول مامته تعتذر له، بس أوريو بيقول لها إنه مش هيسامحها أبدا غير لما يشوف بنفسه إنها اتغيرت وإنها بتفكر فيهم بجد. وبتقدر ريتا كده تنجح في إنها تغير مصيره. ولما أوريو وصاحبه بيسألوها هي عاوزة إيه مقابل مساعدتها ليهم، بتطلب منهم يعتذروا لموجو على اللي عملوه معاها، وفعلا بيروحوا وبيعتذروا لها وبتسامحهم موجو، وبتبقى مبسوطة إنه أخيرا هيرجع عندها صحاب من تاني. وبتقرر ريتا بقى تواجه جوزها هان عشان تمنع انفصالهم، وبتقعد تتكلم معاه وبتقول له إن هي كانت هتوافق على قراره عشان تبقى زوجة حكيمة، لكنها رجعت في رأيها ومش عاوزة تنفصل عنه، وبتطلب منه يديها فرصة عشان تحاول ترجع علاقتهم القديمة من تاني. وبيبقى هان مستغرب جدا من كلامها لأن دي أول مرة لريتا تتكلم معاه من غير قيود، وبيقول لها إنه هيفكر ويرد عليها. فبتحس ريتا إنه حياتها بتتحسن، لكنها تاني يوم بتلاقي شخص مجهول بيهددها إنه هيخلص عليها وسايب لها التهديد مكتوب على سبورة الفصل. وبيتجمع الفصل كله قدام السبورة وهم مستغربين مين اللي ممكن يهدد مشرفة الفصل بتاعتهم وإيه السبب يا ترى. وبيبقى المدرسين كلهم هم كمان خايفين ومستغربين من اللي بيحصل، إلا ريتا اللي بتبقى هادية جدا وبتعتذر لهم لأنها كانت السبب في قلقهم. وبتبقى موجو واقفة باصة عليها، فبتروح لها معمل الكيمياء اللي دايما بتقعد فيه واللي اعتذرت للمدرسين مع إن هي المتضررة من اللي حصل. فبتحس ريتا إن كلامها صح وإنها دايما بتضغط على نفسها حتى لو ملهاش ذنب. فبتحاول موجو تخفف القلق اللي هم فيه وبتوري لها الشنط اللي عملتها بنفسها والرسومات اللي رسمتهم عليها. فبتبقى ريتا مصدومة من إبداع موجو وبتاخد منها الشنط عشان تديها لأصحابها. وبعد ما اليوم الدراسي بيخلص بتروح ريتا تطلب من مايو وهيوجي يتكلموا، وبتواجههم بإنها عارفة إن هم اللي كتبوا التهديد اللي على السبورة. مي وهيج مستغربين هي عرفت إزاي،
فبتقول لهم ان اللي عمل كده شخص محترف عشان قدر يوقف كاميرات المراقبة بسهولة، وان هم اشطر 2 في الفصل. ولما بتسألهم هم ليه عملوا كده بيقولوا لها ان من ساعة ما هي قررت تغير الفصل وحياتهم اتقلبت، وسجار وبقية الشلة اخدوا الفصل اللي عملوه بنفسهم عشان هو المكان الوحيد اللي ما فيهوش كاميرات. فبتقول لهم ريتا ان هم اللي مش قادرين يواجهوا سجار وشلته، عشان كده مش هيقدروا يرجعوا الفصل بتاعهم تاني، وبتفهمهم ان هم المشكلة، وكان المفروض بدل ما يهددوها يعرفوها ان عندهم مشكلة، وانه انسب حل ليهم انهم يواجهوا سجار ويحلوا مشاكلهم بدل ما يدوروا على حد ينتقموا منه بسبب ضعفهم من المواجهة. وبيبقى الشابين مقتنعين جدا بكلامها. وتاني يوم بتتفاجئ ان طلبة الفصل كلهم وقعوا على وثيقة طلب تغيير مشرف الفصل بتاعهم عشان يتخلصوا منها. فبتستغرب ان كل الطلبة مضوا عليها، وبتقرر تاخد اليوم ده اجازة لحد ما تشوف هتعمل ايه. وبتلاقيها رايحة تطمن عليها وبتقعد تتكلم معاها، وهي زعلانة من اللي بتمر بيه مدرستها واللي كانت السبب في تغيير حياتها بتمر بيه، وبتبقى عاوزة تساعدها في اي حاجة. فبتطلب منها ريتا تروح تتكلم مع اوائل الفصل واللي هم كوتشا وكوتشي والمسؤولين عن تقديم الطلب عشان تخليهم يلغوه. وترجع ريتا تاني للمدرسة، وفعلا بتروح وتتكلم مع البنتين، وبتحاول واحدة منهم تمشي عشان خايفة من سجار وشلته. فبتوقفها موجو وبتسألهم لو كان سبب وجودهم في المدرسة هو انهم مش عاوزين يرجعوا للبيت، وبتقول لهم ان هي اكتر واحدة فاهمة هم حاسين بايه، ومرت بمواقف كتير قاسية جدا بسبب اللي كانت بتتعرض له من بقية الطلبة. وبتقول لهم انها عارفة انهم بيعملوا كده عشان خايفين، وانهم مش محتاجين يكونوا مع ناس مؤذية عشان يحسوا انهم مش لوحدهم، وانه ممكن يختاروا ويبقوا احرار ومبسوطين زي ما هي عملت كده. وبتقول لهم انها جت النهارده عشان تطلب منهم يسمحوا لها تكون صاحبتهم ويفضلوا مع بعض على طول بدل ما يكونوا مع الاشخاص الغلط. فبيوافقوا البنتين وهم فرحانين ومتاثرين جدا بكلامها. وتاني يوم بيقرر ميوهي يواجهوا سجار، وبيطلبوا منه انهم يخرجوا من شلته وما يبقوش صحاب بعد كده. فبيبقى سجار متفاجئ من التغيير الغريب اللي حصل ده، وبتروح كوتشي وكوتشي يسحبوا طلب تغيير المشرفة اللي قدموه. وبتقدر ريتا ترجع للفصل من تاني عشان تواجههم بكل قوة وتحاول تغير الطلبة الباقيين. وبعد ما حصتها بتخلص بتروح لها موجو عشان تطمن عليها، وبتفاجئها ريتا وبتبقى جاية معاها كوتشي وكوتشي، وبتبقى مديه لهم الشنط اللي موجو عملتها بنفسها. فبتبقى موجو فرحانة قوي. ولما بترجع ريتا لبيتها بتلاقي جوزها هان مستنيها، وبيقول لها ان كلامها خلاه يفكر في الايام اللي كانوا فيها سوا، وان هو كمان كان عاوز يحافظ على الذكريات اللي ما بينهم ومش مستعد يتخلى عنها. وبيعتذر لها عن طلب الطلاق، وبيقول لها انه عاوز يتراجع عنه. فبتوافق ريتا وهي مبسوطة قوي، وبتقرر تعترف له بالحقيقة وانها دلوقتي في حياتها التانية بسبب معجزة حصلت لها. وبتبقى فاكرة هيقول عنها مجنونة او مش هيصدقها، بس هان بيفاجئها وبيقول لها انه مصدق كلامها وانه مستعد يسمعها في اي وقت كمان. فبتبدأ ريتا تحكي له كل اللي مرت بيه، وبيبقى هان متفهم جدا لكلامها، وبيقترح عليها تسيب المدرسة عشان ما يحصل لهاش اللي حصل معاها في حياتها الاولى. لكن ريتا بتقول له ان هي لازم تواجه قدرها وتحاول تتغلب عليه مش تهرب منه. وتاني يوم بتبدأ ريتا مهمتها التانية، وبتطلب التلميذة أنامي تروح لها معمل الكيمياء ضروري. ولما بتروح أنامي دي عشان تعرف هي عاوزة ايه بتسألها ريتا لو كان في شاب اسمه هاما طلب منها امبارح يرتبطوا ببعض. فبتستغرب أنامي جدا وبتسألها ازاي عرفت حاجة زي كده. فبتطلب منها ريتا تبعد عنه لأنه بيلعب بيها وعاوز يستغلها ماديا مش أكتر. وبتبقى أنامي مش مصدقاها. فبتقول لها ريتا انه في تاريخ 9 سبتمبر طعنت هاما واتسجنت بسببه. فبتقول لها أنامي ان ده مجرد تخاريف، لكن ريتا بتقول لها انه ساعتها قالت ان ملهاش مكان في حياة اي حد. فبتخرج أنامي من المعمل وهي بتفكر في كلامها ومش قادرة تحدد هو صح ولا لا. وبتقرر ترجع للبيت وبتتكلم مع مامتها، لكن مامتها بتتجاهل وجودها وبتبقى مهتمة بأختها الأصغر منها. وبيبان ان أنامي برغم حالتها المادية إلا انها بتعاني من مامتها اللي دايما بتفرق ما بينها وما بين أختها. ولما بتروح تقعد مع أصحابها في المدرسة بتسألهم لو كانوا هيفضلوا صحاب على طول مهما حصل، بس أصحابها بيتريقوا عليها وبيقولوا لها انها لو عملت اي حاجة غلط ممكن تأذيهم هيتخلوا عنها لان مفيش حاجة اسمها اصحاب دايما وان دي مجرد تخاريف. فبترن على حبيبها هاما وبتطلب منه انهم يتقابلوا. ولما بيروح يقعد معاها بتسأله هو ليه عاوز يرتبط بيها. فبيقول لها ان هو حس انها وحيدة عشان كده هو عاوز يبقى في مساحتها الخاصة واللي بتلجأ له في اي وقت. فبتصدق أنامي كلامه وبتبقى مبسوطة انه ما بيخدعهاش زي ما ريتا حذرتها. في الوقت ده بتبقى ريتا قاعدة مع صاحب هاما وبتسأله لو كان عارف الخطة اللي هاما عاملها عشان يوقع أنامي، وبيبقى مش فاهم قصدها. فبتقوله ان هاما بيستغل أنامي ماديا وبتقوله على اللي هيحصل لأنامي، وبتبقى عارفة ان ريوتا بيحب أنامي عشان كده اختارته وهو بيكون معاها. وبتطلب منه لما يلاقيها وحيدة وزعلانة يحاول يهون عليها لان اللي هي هتعرفه قريب هيكون صعب قوي. وتاني يوم بتطلب ريتا من أنامي انها تيجي معمل الكيمياء بعد ما تخلص، وبتبقى أنامي مش عارفة تروح ولا لا وبتفكر انها ما تروحش، بس موجو بتلحقها وبتطلب منها تروح تشوف ريتا وتواجه مشكلتها بدل ما تهرب منها وتختار بإيدها القدر القاسي ليها. وبتقدر تقنعها تروح فعلا لريتا اللي اول ما
وبتروح تقعد قصادها بتخليها تسمع التسجيل اللي كانت مركبة لها مع على الترابيزة اللي قاعد فيها مع صاحبه، وده في مطعم صاحبتها، واللي بيثبت فعلا انه بيلعب بيها وما بيحبهاش زي ما بيقول. فبتقول لها أنامي انها كانت عارفة الحقيقة وموافقة عادي انه يستغلها عشان ما تكونش وحيدة وتحس انها مكروهة. فبتقول لها ريتا انها لازم تحل المشكلة وما تخليش حد يستغلها لانها جميلة واي حد يتمنى اصلا يكون معاها. فبتخرج أنامي من المعمل وبتمشي وهي بتفكر في كلامها وبتعيط على اللي بتمر بيه، وبتروح لمطعمها المفضل بتقعد فيه، وبتتفاجئ ان زميلها ريوتا سايب لها رسالة مع البنت اللي بتجيب لها مشروب وبيطلب منها تجيله. ولما بتروح للمكان اللي هو كاتبه بتلاقيه لسه قاعد مستنيها وانه بيحبها وانه عشان كده كان دايما بيحاول يقرب منها ويحميها، ولما بيحس انها هتنهار بيلف وشه عشان ما يحرجهاش ويخليها تعيط زي ما هي عايزة لحد ما بتهدى وبتبقى احسن. وبيبعت رسالة لريتا وقتها عشان يطمنها عليها، فبتحس ريتا انها قدرت تنجح في مهمتها التانية. وبعدها بيبدأ الفصل الدراسي التاني في المدرسة، وكده بيقرب ميعاد موت ريتا على ايد طالب من طلاب فصلها، وبيبقى في حفلة كده المدرسة هتعملها للطلبة بمناسبة ان ده اخر ترم ليهم، وبيبقى فصل ريتا هو المسؤول عنها. فبتقرر ريتا تخلي الطالبة ميزونا هي المسؤولة عن تجهيزات الحفلة لانها شاطرة في مجال الفن جدا، وبتبقى قصدها تخليها هي المسؤولة عن الحفلة لانها بتبقى شايفة انها مختلفة عن بقية الفصل لانها مشهورة اكتر منهم، وبيبقوا كلهم بعيد عنها وما بيحبوش يتعاملوا معاها لانهم شايفينها متكبرة. وبتبقى ميزونا خايفة جدا وبتقول لها انها مش عاوزة تكون مسؤولة عن الحفلة لانها هتسبب مشاكل كتير لفصلها، بس ريتا بتقول لها انها لازم تثق في نفسها وتثبت لكل الناس انها على عكس ما هم شايفينها، وانه عندها حلم وطموح عاوزة تحققه. ولما بتبقى ريتا قاعدة في المعمل بتاعها بتلاقي زميلها في المدرسة بيطلب منها يتكلموا، ولما بتروح أوضة المدرسين عشان تعرف ايه اللي حصل بيوري لها مدير القسم بتاعها الخبر المنشور عن ان ميزونا هي اللي هتبقى مسؤولة عن الفصل، وبيبقى مدير القسم مش عايزها تحضر عشان معجبينها ما يجوش يبوظوا الحفلة اللي هم هيعملوها. فبتفتكر ريتا لما نفس الموقف حصل من سنة وهي وافقت على رأي مدير القسم من غير ما تراعي شعور ميزونا، وبتقرر المرة دي انها تعترض على قرار المدير، وبتقوله ان ميزونا ما عملتش حاجة غلط وانه طبيعي يكون لها شعبية وتبقى محبوبة لان عندها حلم وعاوزة تحققه. وبتلاقي ميزونا نفسها رايحة تطلب منها تعفيها من مسؤولية الحفلة لانها حاسة انها مش قدها. وقبل ما ريتا ترد عليها بتيجي صاحبتها نية عشان تجيب لها الصناديق اللي كانت طالباها منها، وبتتكلم مع ميزونا وبتحكي لها انها اضطرت تسيب مدرستها بسبب ظروف مادية وبقت ندمانة انها ما قدرتش تستغل الفرص اللي كانت قصادها عشان تكمل وتعيش كل اللحظات الحلوة مع اصحابها، وبتقدر تقنعها تكمل في الفريق وتكون معاهم. وبيبدأ الفصل كله يستعد للحفلة بكل حماس وبيبقوا مبسوطين جدا لانهم هيكونوا ذكرى لطيفة ليهم في المدرسة قبل ما يسيبوها، لان دايما لازم يكون في عائق في اي قصة. وبيوصلوا للفصل في يوم وبيلاقوا كل المشاريع اللي حضروها للحفلة متدمرة، وبيبقى الفصل كله حاسس ان ميزونا السبب وفاكرين ان اللي عمل كده المعجبين بتوعها، وبيكونوا متضايقين جدا من المشاكل اللي سببتها لهم. فبتدخل ريتا وبتقول لهم ان اللي عمل كده كان ممكن يعمل نفس الحاجة حتى لو ميزونا مش موجودة، وان هدفه هو انه يحبطهم ويخليهم يتخلوا عن الحفلة اللي بيستعدوا ليها، وبتقول لهم انه لسه في وقت وبيبدأوا من جديد. ولما بتحس ان الطلبة كلهم زعلانين وحاسين ان خطتهم فشلت بتقوم موجو وبتقول لهم ان ما مانع تصمم الهدوم اللي عملتها تاني، وانهم حتى لو ما عملوش الحاجة زي ما كانوا بيتمنوا لكن يكفيهم شرف المحاولة، وبتقدر تقنعهم يحاولوا من تاني. وبيجي ميعاد الحفلة وبيبقى اليوم حلو قوي وناجح على عكس المتوقع، وبتطلع ميزونا تغني في اخر الحفلة وبتبهر كل الموجودين بصوتها عشان تعرفهم ان عندها هدف وان هي هتفضل مكملة لحد ما توصل له. وبعد الحفلة بتخلص وبتقعد ريتا تفكر في تصرفات موجو اللي دايما بتكون معاها في اي موقف، وان هي كمان عارفة اللي هيحصل وبتتأكد ان هي كمان عايشة حياتها للمرة التانية. وتاني يوم بتواجهها بالحقيقة اللي عرفتها عنها وبتسألها لو كان استنتاجها صح، فبتقول لها موجو انها فعلا عايشة للمرة التانية ومش فاهمة ايه اللي حصل وازاي رجعت للحياة من تاني، لكنها متأكدة انه مش هيبقى في حياة تالتة ليها عشان كده هتحاول تعيش المرة دي بأحسن شكل من حياتها الأولى واللي كانت عبارة عن معاناة. فبتبقى ريتا منبهرة بتلميذتها القوية واللي قادرة تحل مشاكلها بكل شجاعة. ولما بترجع موجو للفصل بتلاقي سجار بيطلب منها يتكلموا، فبتخرج عشان تشوفه عاوز ايه وبتلاقيه بيعتذر لها عن اللي عمله وبيطلب منها ترجع كل حاجة لطبيعتها من تاني. فبتقول له موجو انها مستحيل تسامحه لان عينه ما فيهاش اي ندم على اللي عمله معاها، وبتطلب منه يبعد عنها
منها ويبطل يسيب في حياتها أثر يزعلها كل ما بتفتكره. وبتبقى دي أول مرة الموجو تقول كل اللي عاوزاه لسجار، وهي حاطة عينها في عينه ومش خايفة منه. ولما اليوم الدراسي بيخلص بتروح موجو وبتدي ريتا هدية عشان عيد ميلادها وهي مبسوطة. ولما بتروح تفتح خزانتها بتلاقي حد سايب لها ورقة مكتوب فيها تجيله عند المبنى القديم والمهجور لو مش عاوزة تتكشف قصاد حد. فبتقرر موجو تواجه الشخص ده وبتتحرك عشان تروح له المكان اللي هو قال لها عليه. في الوقت ده بتبقى ريتا بتفتح هديتها وبتلاقي فيها فلاشة، فبتفتحها عشان تعرف اللي جواها وبتلاقي موجو مسجلة لها فيديو وهي بتتكلم وبتقول لها ان اليوم ده هو نفس تاريخ يوم انهاء حياتها من سنة، وانها خايفة يحصل لها حاجة وما تقدرش تهرب من قدرها. وبتطلب من ريتا تفضل فاكراها وبتشكرها لانها ساعدتها وخلتها تقضي حياتها التانية بين صحاب بيحبوها. فبتقوم ريتا تدور عليها بسرعة عشان تحاول تمنع انها تتأذي بأي شكل. واول ما بتوصل للمبنى المهجور وبتدخله بتلاقي موجو واقعة على الارض وميتة، فبتبقى حزينة جدا لانها ما قدرتش تنقذ حياة الطالبة بتاعتها وتحميها. ولما بتقابل مامتها بعدها بتبقى خايفة انها تلومها على تقصيرها، لكنها بتلاقيها بتشكرها لانها خلت اخر ايام لبنتها في المدرسة ايام حلوة، وكانت السبب انها تشوف موجو مبسوطة وهي رايحة للمدرسة وضحكتها رجعت لها من تاني. وبتبقى الام شاكة ان اللي حصل لبنتها متدبر له، لان موجو ما كانش باين عليها ابدا انها شخص رايح ينهي حياته. وبتبقى ريتا هي كمان حاسة بنفس الاحساس وشاكة ان في حد ورا موت موجو. ولما بترجع للبيت بتلاقي جوزها محضر لها اللي بتحبه عشان يحاول يهون عليها، فبتقعد تاكل معاه وبتقول له ان اللي حصل لموجو خلاها خايفة انها ما تقدرش تغير قدرها هي كمان وتموت. فبيحاول هاني يطمنها وبيقول لها انه مش عشان حاجة حصلت مرة يبقى طبيعي تتكرر، وان في اوقات القاعدة دي بتتغير والقدر بيتبدل. فبتستعد ريتا عشان تروح للمدرسة وتحاول تعرف مين الجاني في قضية موت موجو. واول حاجة بتعملها لما بتوصل للمدرسة بتروح توري الفيديو اللي بيثبت ان موجو كانت بتعاني من المدرسة للمدير وكمان للمدرسين كلهم عشان تعرفهم ان اللي حصل لها كان حادثة اكيد. وبسبب اللي عملته بيقرر المدير يحط كاميرات في كل مكان في المدرسة وبيراقب بنفسه طلبة الفصل. وبتروح هي بدورها تبلغ التلاميذ ان الكاميرات بقت في كل مكان وبتعرفهم ان موت موجو مش هيعدي بسهولة وانها مش هتسمح لهم ينسوا اللي حصل ويرجعوا يعيشوا حياتهم عادي جدا بعد ما كانوا السبب في موت زميلتهم في فصلهم. وبتكبر قضية موت موجو وبتنتشر على مواقع التواصل، وبيبقى مدير المدرسة مطلوب منه يعمل لقاء صحفي يقول فيه للصحفيين ان موت موجو كان مجرد حادثة عادية، لكنه بيبقى حاسس بالذنب برضه لانه اهمل وكان سبب في ان بنت من طلاب مدرسته تموت. وبيقرر يقول للصحفيين ان اللي حصل لموجو كان عبارة عن حادثة وانه هيهتم بالموضوع بنفسه عشان يعرف اللي حصل ويرجع لها حقها لو كانت فعلا ضحية. ولما بترجع ريتا للبيت وبيحس هان انها حزينة بيروح يحضنها عشان يخفف عنها، فبتنهار ريتا وهي مقتنعة خلاص ان موجو ما بقتش موجودة ومش هتقدر تشوفها من تاني. وبيبان انها كانت بتوهم نفسها ان موجو ممكن ترجع للحياة من تاني. وفي اليوم اللي بعده بتروح تزور مامة موجو عشان تطمن عليها. ولما بترجع للمدرسة بتعرف من التلاميذ انهم لقوا في تسجيل الكاميرات بتاعة المدرسة صور لهاما باللبس بتاعهم مع انه مش طالب في مدرستهم. والغريب اكتر ان الصور كانت في نفس اليوم اللي حصلت فيه الحادثة. وبتبدأ الطلبة تشك في سجار لان معروف عنه انه صاحب هاما. ولما بيوصل للفصل بيسألوا لو كان هو السبب في موت موجو فعلا، فبيضحك وبيقول لهم انه هو السبب وبعدها بيسألهم لو كانوا اغبياء لدرجة ان هم فاكرينه ممكن يجاوبهم لو عمل كده فعلا. وبيخرج بعدها من المدرسة هو وصاحبه سكوتا، فبتروح ريتا وراه وبتقوله انها مستعدة تسمعه وتعرف منه الحقيقة واللي هو بيقول انه هو السبب في موت موجو. فبيقول لها سجار ما تتدخلش في حياته وبيسيبها وبيمشي وهو متضايق. وبتلاقي سكوتا بيطلب منها يتكلموا وبيقول لها انه سجار مش هو اللي اذى موجو. ولما بتسأله هو ليه واثق في صاحبه للدرجة دي بيقول لها سجار ممكن يكون قاسي وصعب شوية لكنه الفترة دي بقى غريب وبيضحك دايما، ودي نفس الحالة اللي كان عليها وقت وفاة مامته. فبتفهم ريتا ان سجار حاسس بالذنب من ناحية موجو وكمان اللي حصل لها، وبتقرر تفضل وراه عشان تعرف قصده ايه بكلامه في المدرسة لدرجة ان هي بتروح له البيت عشان تتكلم معاه وبتقوله انه كان سبب في ان موجو تعاني في بداية الفصل الدراسي وانه اكتر شخص كان اذاها. ولما بيحاول سجار يبرر لنفسه افعاله بتقوله انه عدم مواجهة الاخطاء بسبب كبرياء الشخص اكبر غلط ممكن يعمله، وبتطلب منه يجي المدرسة تاني يوم لو مستعد يصلح غلطه لان دي فرصته الاخيرة. وفي اليوم اللي بعده بتلاقيه جه الفصل فعلا وبيقف يعتذر من زمايله على كل اللي عمله معاهم وبيعترف لهم انه هو كان السبب في تدمير مشروعات وقت الحفلة وانه عمل كده لانه كان غيران لانهم بقوا قريبين من بعض جدا وبعدوا عنه، وانه قال على نفسه الجاني في حادث موجو عشان هو كان دايما بيأذي مشاعرها من غير ما يفكر فيها وبيعتذر لهم وهو ندمان. فبتقول له ريتا انه لسه فاضل شخص مفروض يعتذر منه وبتاخده لبيت موجو عشان يعتذر لمامتها. فبتقول له انها مش هتقدر تسامحه لانه اذى بنتها لكنها بتطلب منه يتغير للاحسن ويكون
بيكون شخص كويس، وبتحكي له انه موجو اول ما نقلت كانت بتتكلم عنه دايما وكان نفسها يبقوا صحاب مقربين، فبيحس ساجار بالندم اكتر بسبب اللي كان بيعمله مع موجو. في الوقت ده بيبقى زمايل موجو في الفصل عند هامو في البيت عشان يسألوا هو كان بيعمل ايه في مدرستهم وايه علاقته بحادث موجو، فبيقول لهم هام انه ملوش علاقة بحادث موجو اصلا، وانه كان في المدرسة عشان في زبون كلمه وطلب منه خدمة مقابل مبلغ كبير. ولما بيسألوه لو كان الزبون ده ساجار بيقول لهم انها كانت نيوتشو زميلتهم في المدرسة برضه، وبنشوف البنت دي وهي بتكسر في اوضتها من كتر الخوف والتفكير، وبيبان ان هي السبب في موت موجو. وفي اليوم اللي بعده بتقرر مامة موجو تروح للمكان اللي بنتها وقعت منه وتواجه الحقيقة بعد ما ساجار شجعها بجرأته في الاعتذار ومواجهة مخاوفها. وبيبقى مع حصة ريتا قرب فبتسيبها وبترجع لفصلها بسرعة، وبتكتشف ان نيوتشو ونوبوكانزا مش موجودين في الفصل، وبتعرف من تلاميذها انها ما قال ان نيوتشو هي اللي كلمته، فبتفهم ان هي السبب في موت موجو وخبوا عنهم، وبتخمن انهم هربوا من المدرسة عشان ينهوا حياتهم وما يواجهوش عواقب اللي عملوه. فبتخرج بسرعة عشان تدور عليهم وتلحقهم، وبيقرر بقية الفصل يدور عليهم معاها عشان يلاقوهم اسرع ويمنعوهم. في الوقت ده بتبقى الثلاث بنات ماشيين مع بعض ومقررين فعلا ينهوا حياتهم لانهم مرعوبين من اللي هيمروا بيه بعد ما اتكشفوا خلاص، وبيطلعوا المبنى كبير وبيمسكوا ايدين بعض عشان يكونوا سوا وهم بيموتوا. لكن بقية بنات فصلهم بيوصلوا وبيقدروا يوقفوهم وبيطلبوا منهم يرجعوا يعترفوا باللي عملوه وبعد كده يبقوا يتعاقبوا، ويمكن كل الفصل ساعتها ما يقدرش يسامحهم، بس الاكيد انهم مش هيفضلوا يكرهوهم لاخر العمر. وبيقدر الطلبة ينقذوا صحباتهم من الموت ويرجعوا للمدرسة تاني، وبتقرر انها تقوم تعترف لهم ان هي اللي طلبت من موجو تيجي لها المبنى القديم، وكانت عاوزة تهددها بعد ما عرفت انها عايشة حياتها للمرة التانية مقابل انها ترجع كل حاجة لطبيعتها وتبطل تحاول تغيرهم، لكن لسه عاوزة تغيرها وحاولت تتكلم معاها عشان كده اتخانقوا سوا. ووقعت موجو من فوق السور فجأة وبتقول لهم انها بجد حاولت تمسكها لكنها معرفتش، فبتروح ريتا تقول لهم ان حياة شخص انتهت بسبب انانيتها وانها مستحيل تسامحها ومش قادرة اصلا تقول لهم يعملوا ايه عشان يكفروا عن ذنبهم. والمفاجأة ان مامة موجو كانت سامعة كل اللي بيتقال وبتقاطعهم بدخولها الفصل وبتعرفهم بنفسها، فبتحاول الثلاث بنات يعتذروا عن اللي عملوه وبيطلبوا من مامة موجو تسامحهم بعد ما خسرت بنتها، وبتطلب منهم يفضلوا دايما فاكرينها وما يلجأوش تاني لإنهاء حياتهم لأن أهلهم هيعانوا جدا بسبب اللي ناويين يعملوه، ولأن اللي البنات عملوه في حق موجو يعتبر جريمة بيبقى مطلوب منهم يروحوا لمركز الشرطة عشان يتحقق معاهم. وبتبقى أنامي زعلانة جدا على أصحابها وبتروح وراهم قبل ما يمشوا وبتسألهم لو هيفضلوا صحاب، وبتبقى البنات مبسوطين جدا إنها ما تخلتش عنهم برغم اللي عملوه وبيوعدوها هيفضلوا صحاب على طول. وبتعدي شهور وبتخرج نوبوكانزا من مركز الشرطة لأنهم كانوا بيستدرجوا موجو لنيتشو، وبعد فترة بتخرج نيوتشو هي كمان لأن سنها أقل من 18 سنة وبتتحط بس تحت المراقبة. في الوقت ده بيبقى بقية الطلبة حطوا ورد مكان موجو وبيهتموا بيه جدا على أساس يعني إنه بيحسسهم بوجودها وكده. وأخيرا بيجي اليوم الموعود، يوم تخرج الطلبة من المدرسة، وفي نفس الوقت برضه يوم إنهاء حياة ريتا على إيد حد من طلابها، وبتقف في المكان اللي كانت واقفة فيه ساعة الحادثة، وقبل ما الشخص اللي وقعها يقرب إيده منها بتلف بسرعة وبتمسك إيده وبتكتشف إنه الطالب هوشي وهو فعلا من فصلها، فبتسأله هو ليه عاوز ينهي حياتها وإيه سبب كرهه ليها، فبيفاجئها هوشي إنه ما بيكرههاش وإنه عشان بيحبها عاوز ينهي حياتها، فبتسأله لو كان ناوي ينهي حياته بعدها وبيستغرب إزاي فاهمة تفكيره، فبتقوله إنها كانت زيه في حياتها الأولى شايفة الدنيا باللون الأبيض والأسود بس، لكن لما بقى عندها فرصة تانية تعيش حاولت تغير من نفسها ومن اللي حواليها كمان وقدرت تساعدهم، وبتقوله إنه هو كمان يقدر يعمل كده، فبيقول لها إنه مهما حاول هيفضل قلبه فاضي وما فيهوش ألوان وبيقرر ينهي حياته. فبتمسك ريتا قبل ما يقع على طول وبتطلب منه يساعدها عشان ترفعه، وبيوصل هان جوزها في الوقت المناسب وبيساعدها عشان يرفعوه وبيقدروا ينقذوا حياته على آخر لحظة، وبيلاقي هوشي كل زمايله بيجروا عليه عشان بقى كويس وبخير، وبيقدر أخيرا يعرف إن في ناس بتحبه ويستاهل يكمل حياته عشانهم. وبتبقى ريتا فاكرة إنها خلاص كده حلت كل مشاكلها وهتقدر تعيش حياتها هادية، لكنها بتتفاجئ بطعنة هاما اللي بيحاول ينهي حياتها لأنها كشفت كل ألاعيبه، بس القدر بيكون له رأي تاني، وبيقدر هان وبقية الطلبة ينقلوها في الوقت المناسب للمستشفى، وبتتعالج من الجرح اللي على حظها ما بيكونش عميق، وبتقدر أخيرا تنجو من الموت، وبتفوق وبتلاقي جوزها وطلابها جنبها، وبتتأكد إنها قدرت تستغل فرصتها التانية صح وتكون مدرسة مثالية للطلبة بتوعها وزوجة مخلصة كمان لجوزها. وبكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة.